تنظر رغد صدام حسين بسعادة إلى ما يجري في العراق. تنظر رغد صدام حسين بسعادة إلى ما يجري في العراق. هذه قسم الكبير من بقايا الجيش العراقي اللي كان بالسابق من بعد ما طرد من شغله او انه صار بلا شغل، صاروا عماد وعنوان لمجموعات عسكريه. هي كانت لها دور كبير في مقاتله الجيش الامريكاني، ولها دور كبير ايضا في مقاتله المجموعات الطائفيه من ثاني ميل. هدول اخذوا اسماء مختلفه يعني، لكن هدول بعتقد الاصل فيهم تدربوا في الجيش العراقي، لديهم خبرات، وتحديدا موجودين في ثلاث مناطق اساسيه كانوا عمادهم او هن عماد الحرس الجمهوري لجيش صدام وغيره، الموجودين بتكريت، بالرمادي، بفلوجه، وطبعا الموصل ليست بعيده عن هذا الموضوع. فبالتالي كان في جسم بيتركب عليه اشياء كثير. طبعا العصبيه الطائفيه، شد الحبل الطائفي، شد العصب الطائفي، ركب عليهم عشاير وأبايل شعرها نفسها أنها مهمشة، استفادت من وجود عنوان داعش لتلتحق فيها.